السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. رمضان صبحي يغلق صفحة انتقاله إلى الزمالك. أغلق رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز الأول لكرة القدم صفحة انتقاله إلى الزمالك في الفترة الصيفية القادمة بعد تعثر المفاوضات بين الطرفين. وكان نادي الزمالك قد دخل في محادثات مع رمضان صبحي من أجل القدوم إلى القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إلا أن المفاوضات لم تسير بنجاح. ويرحب رمضان صبحي بخطوة تمديد عقده مع نادي بيراميدز ليغلق بذلك أي أحاديث حول إمكانية انتقاله إلى صفوف الزمالك. وبدأ نادي بيراميدز مفاوضاته الجادة مع رمضان صبحي من أجل تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025، وذلك قبل أن يدخل الفترة الحرة في يناير المقبل، والتي يمكن خلالها التوقيع لأي نادي دون العودة لإدارة ناديه الحالي. ويسعى نادي بيراميدز لتمديد عقد رمضان صبحي لمدة 3 سنوات إضافة ليستمر برفقة الفريق السماوي ويقطع الطريق أمام الزمالك الراغب في الحصول على خدمات اللاعب. وأكد المصدر ذاته أن اللاعب رمضان صبحي صاحب 27 عاما قد أغلق صفحة انضمامه إلى الزمالك ويرغب في مواصلة مسيرته الحالية مع بيراميدز.